كيف تذاكر زي الدحيحة قبل الامتحانات سيدي أبو سماح؟ طبعا عدى قال لك الكلمة تقول له دحيحة، ما أنا كده كده دحيحة يا أبو سماح. طب يعني بالك كده؟ ده منظر دحيح. طب اقول لك بقى على الطريقه يا ابو سماح، الطريقه تكمن في ان حضرتك تحل شوامل، يعني تحل امتحانات وما تذاكرش. وات هاو بيكوز اي ووز على ووز. ازاي؟ هقول لك ازاي يا ابو احمد. بص يا باشا، كل الموضوع يكمن ان انت لما بتيجي تحل شوامل حضرتك بتبقى اون سيراميكا، اي ام اون بلاطه وانت بتحل. ليه؟ احنا عايزين دي بقى، احنا نلعب على عقلنا، لان حضرتك لو بدات من الوحده الاولى تاني للوحده الاخيره انت بتضيع وقت على الفاضي، وفي الاخر بتحصل درجات بسيطه جدا، وده اللي مودي الناس في 60 هي بيجيبوا درجات قليله لانه ما عرفش ازاي يذاكر. يا عم اقول لك بقى تاني، يعني انت دلوقتي وانت بتحل شامل مثلا على ماده اللغه الانجليزيه، حليت شامل فده كله 50 درجه، انت مش عارف اي حاجه مثلا في المنهج، خلصت الدنيا باظت خالص اهو، او حصيله بسيط وانت بتحل في حاجات اكيد مليون في الميه مش هتعرفها. بص في الاجابات وبعد بس بعد ما تخلص تمام حلينا الشامل الثاني وانت بتحل تلاقي حاجات بتتكرر في الثالث في الرابع في الخامس، تلاقي نفسك بتحل من غير ما تحس على المنهج كله، وحاجات كل شويه بتتكرر، فانت كده حفظت المنهج من غير ما تحل. حضرتك بدات لي يا اخويا من الوحده الاولى، بعدين الوحده الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، فانت بتحصل 5 درجات من 50. والله بلاش السماعه. انا ملاحظك دلوقتي بدات تدخل على الجروبات اللي هي بتبيع السماعات اللي قد كده، عايز تدخل تبقى عشان الدكتور راح الدكتور يجي تقعد جنب العيان في الاخر لما تنجح وتجيب حاجه و90% تبقى تدخل طب، تقعد جنب العيان تقول له يقول لك تقول له الف سلامه بس كده، وشوف الدكتور انا وانت يكشف عليا انا وانت. راحت في داهيه يا جدعان، مفيش فول ولا اخف. يلا يلا شيل.